حبايبي، اخباركم يا رب تكونوا بخير. كل خميس وانتم طيبين، وكل خميس وانتم معانا ومنورينا في روتين ست الكل. النهارده ان شاء الله هبدا من هنا، هبداكم معاكم هنا من الشقه. معايا البسارية، فانا شطفتها وهحط عليها زي ما بننقعها في اي زي السمك زي الفراخ. هنقعها في ليمون ودقيق. هحط بس عليها، هي طبعا اتشطفت، احنا ما بنشتلش راسها ولا بنفتح السلسله، هي مش محتاجه اصلا، هي يعني بتبقى مش فيها حاجه. فهحط كميه دي حلوه كده، وعصر 3 4 ليمونات، وهقلبهم في بعضهم، وهسيبها بقى منقوعه مع نفسها يعني. وبعد كده هشطفها او اسيبها كده عادي، واحطها واخدها في علبه بقى عند ماما ونقلي هناك، عشان بقى ما نزفرش هنا بقى ونتكلف زيت والكلام ده. انا حاسه ان دعواتكم قلت معايا ليه؟ مفيش حلل النهارده، مفيش حلل. يلا يلا، مش مشكله. المهم الاكياس عادي لاي حاجه، المهم ناخد. فهنقليها هناك بقى ان شاء الله، ونعمل رز صياديه، ونشوف التتبيله اللي بنحطها هناك على البسارية هعملها معاكم هناك ان شاء الله. وطبعا دي شكل المواعين وشكل الحوض لما باجي في كل خميس، بلاقي ماما اكنها محوشاهم يعني، بس هي يلا مش مشكله. مش مشكله، هما مش كتير. والمره اللي فاتت الصواني اللي قلت لكم عليها انا كنت ظلماها، هي ما كانتش حلويات ولا حاجه، هي مش هتعمل حاجه من غيري، كانت بتقطع عليها خضار يعني الصينيتين. ما انا سالت واتقصت وعرفت حكايه الصينيتين. المره دي الحمد لله ما في الصواني اهو، حلل الاطباق كسروا يعني، ما فيهاش مش حاجه يعني. ومكملين اليوم، ونشوف اليوم ماشي ازاي النهارده. انا كده وصلت عند ماما، والخضار والفاكهه معانا، بس ما قالت لي الاستفندي لسه عندي والموز لسه عندي، ما اعرفش ما بياكلوش ليه، مع ان الشتا ده عايز الاكل طول ما انت قاعده كده عشان تدفى، بس هم ممكن عشان لوحدهم ما فيش حد بيشجع. فقالت لي هاتي بس برتقان، والاستفندي والموز موجودين هنا، والجوافه كانت المره اللي فاتت. فنبدا كده من عند اليمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الخيار ب8، الفلفل ب8، معرفش 8 ماسكين ليه فيها في التمانيات. والبتنجان الابيض ب5، وفي الكبير اللي هو بيبقى ب2.5. الطماطم ب5 برضو، وفي ب4 بس اللي هي مش حاسه اللي هي حلوه يعني في السوق. في ناس كتير سالتني البتنجان اللي كنت عاملينه، بص كده، بتقطعيه لو كبيره بتقطعيها ممكن 3، وكل واحده بتخبطها سكينه بس كده، انما ما بتتفتحش كلها. وعادي بتقولك الخلطه بقى بنعملها بسم الله الرحمن الرحيم، توم والخضره بس، ولو فلفل، ونرش عليها، مش بنحشيها جوه زي البتنجان اللي هو بيبقى بطول كده. معانا الخضار، طماطم، خيار، بتنجان، طماطم. الفاكهه طبعا البرتقال اساسي ب5، وتنقي النوع. بتحب البرتقال؟ اوفا بقول لكم بحب البرتقال. والخضار برضو معانا البطاطس، لا غنى عنها في الشتاء الا البطاطس، عشان خلاص يا سوف، عشان الحضانه. اوفا بياخدها عشان الحضانه، بس دي بتاعت تيتا، احنا عندنا هنا. الا البطاطس دي لازم تبقى موجوده في البيت، لازم تدفي كده وتولعي الطاسه البطاطس، وتلاقيك بتاكلها وهي بتطلع سخنه كده، وتدي لاولادك يتدفوا وبألف هنا. والامتحانات بقى عايزه عايزه دفا، وعايزه غذا، ماشي. دي كان الخضار. وجيت بقى لقيت ماما حبايبها هنا موجودين، جايبين لها كرنب لغايه البيت، بس هي بقى اللي سلقت وحطيته بقى في الحله كده وصفيته، بس لسه هيتقطع طبعا الاخضر تحت. هي ماما بقى حبايبها هنا كتير، تقول لي بس يا فلانه كله يبقى معايا هنا بيحبوه، الحمد لله ربنا يحبب فيها كل الناس. ماما حبيبتي. فلسه هي بقى تقعد تقطعه، هي بقى اجيبهم لها كده على السرير، وتقعد هي في الدفا تقطع، ونعينهم في الاكياس عشان يبقى نشد على طول ونحشي، عشان الشتا بيحب المحشي. هنا انا بدرت بقى البسارية. عامه الاكله دي ليا انا وماما بس، انا ماما عامله حساب الاولاد وبابا، ما مالهمش في النقنقه والتسالي بتاعتنا دي. هنا حطيت الدقيق عليه كل البهارات، ملح وكمون وكزبره وشويه شطه، وبدات اعملهم كل تلاتات مع بعض من الديل كده، وامسكهم في بعض. وباقي لسه. وعملت الرز الصياديه،
وعملت بقى الرز الابيض عشان الاكل اللي ماما هتعمله لهم هم النهارده. فدي التسالي والنقنقه بتاعتنا انا وماما ان شاء الله كده، محدش هيمد ايده على. وهنا الاسبوع التاني قامت ماما برضو طلبت مني لما عجبها بقى اللي هي السجاده اللي جبت لها منه عرض 60 وعرض 80، قالت لي طب هاتي عرض 120 عشان يبقى ايه في الصاله وفي الصاله وفي عندها طرقه. فجبتها لها المتر 120 عرض 120 عشان يبقى لايق معاك. عرض 120 عامل ايه؟ عرض 120 عامل 510 في 220، 510 في 200 اللي هو 120 في 220 عامل 510. وهي كان عندها السجاد ده او المشايات دي اسمها بانوراما اسلامي عشان شبه اللي هي شبه فيها شكل الاسلامي كده، يعني اللي شبه القبه او حاجه زي كده. ماما كان عندها ال 120 وال 80، فلما لقيت لها ال 60 قالت لي هاتي لي برده قطعه 60. في منها النبيتي، انا عندي النبيتي اللي هي في الطرقتين اللي ماما كانت جايباها لي، وهي ماما عندها البيجات. النبيتي اسمها البانوراما 60 في طول 175 عامله 160 العرض ال 60 هي 160 ده اللي هو في الطول، انما المتر مش فاكره بكام. فكده ده تكمله السجاد بتاع ماما او المشايات بتاعت ماما. فهي كل ما حبيبتي كل ما بعدي وبشوف لها حاجه حلوه فبقول لها فبتجيب. هي ماما ربنا يديها الصحه، يعني هي بتحب التجديد، بتحب اللي هي، بس هي حبيبتي عشان ما بتنزلش كتير تقول شوفي لي وهاتي. اقول لها يا ماما انا ببقى يعني تنقي انت براحتك وتشوفي انت الموديلات اللي تعجبك. فبصراحه الموديلات حلوه قوي. فممكن لما الفيديو ده هو كده دي اخر مره في البيت الكبير ده التصفيات، في اخر يوم فيها خلاص. فاللي لحق بقى واللي ما لحقش فربنا يسهل. وانا هساله برضو لو البيت الكبير عمل تاني خصومات تانية فاعرفكم هيعملها امتى. يعني انا هساله ممكن هساله لو هو على عيد الام هيعمل، هتبقى مناسبه حلوه قوي اللي احنا هنجيب لامهاتنا حمواتنا اللي هم نفسهم فيه. فكده الست الوالده ظبطت مشيات كذا طقم اهو. ربنا يديها الصحه وتعيش وتفرش يا رب، ويديها الصحه هي وامهاتنا جميعا، ويرحم امهات المتوفين. وكنت انا في المشتريات بتاعت ماما المره المشتريات اللي هي كانت حاجات تبع المطبخ، كنت انا جايبه اللي هو طقم السكاكين، كنت قلت ب17.5 اللي هو كان فيه 12 سكينه. فاختي دخلت وقالت لي انصحك لو لسه ما فتحتهاش رجعيها. فعلا انا رحت رجعتها تاني وجبت جبت السكينه دي مكانها. هي دي ب13.5 وفرق حاجه جنيهات كده باين 3 جنيه فخدته. السكينه دي كان في منها كان في 2 اللي هو السيراميك ب10، بس حسيت اللي هي مش متين. قال لي في جرانيت الواحده ب13. بصراحه جميله قوي وعمليه، استخدمناها هي ماما كانت عايزه عشان الفاكهه. والله شفتوا، لا اله الا الله في اتعور. طب هات مناديل يا وفا. فخدوا بالكم حاميه اهي. فالحمد لله قدر الله ما شاء فعل. فانصحكم اللي هي جميله جدا، واهي يعني دمي بيسيل من مكانها. وماما استخدمناها ماما كانت جايبه الحاجات دي عشان تخصص الفاكهه بس، مش اي خضار. تقولك الحاجه بتاعت الفاكهه ما تستخدمش في المطبخ ولا اي خضار. فمكملين اليوم مع بعض وامسح دمي ده. معانا بقى دلوقتي الخلطه اللي هتتحط على البسارية ان شاء الله لما بتطلع من الزيت. فلفل اخضر ملون وفلفل حار، توم، شبت وكزبره، ومعانا ليمون. الليمون ده مش هيتفرم، الليمون ده هيتعصر بس على الخلطه لما بيطلع. ومهاراتنا ملح وكمون وكزبره، وبلاش شطه طبعا عشان احنا حطينا فلفل حار. يبقى فلفل اخضر، اي فلفل حار، وشبت وكزبره وتوم وليمون. وهنا عملت اهو بدرتها ولسه هكمل. وهنشوف بقى واحنا بنطلع من الخلطه دي من الزيت ونرش عليه. ما تحطيش ميه ولا اي اضافات عليه عشان ما تبقاش البسارية طريه، عشان تبقى ناشفه. وبطمنكم على ايدي من بعد السكينه. فالحمد لله قدر الله ما شاء فعل، بسيطه اهي والدم وقف. فالحمد لله حبايبي. والاكله دي يعني لما بنلاقيها البسارية دي بقى كأننا لقينا لقيه كده، عشان انا وماما بنحبها بنتسلى بيها. يعني بحس اقول لها دي مش غدا يا ماما، تقول لي معلش نقنقه وبعد كده نتغدى.
شكل البسارية بعد ما طلعت اهي بالسلامه، مقرمشه وجميله. وكمان ممكن تحطي مع دي نشا زي ما بنحط في القرنبيط كده عشان يطلع مقرمش يعني. والخلطه اهي انا هرش عليها بس كده عشان ايه، هي فيها شطه وليمون، وانا عشان صبعي ايه الواوا ده، واقلبه في بعضه كده. انا هنا طلعت الحافظه عشان نحافظ عليه سخن لغايه ميعاد الغدا. ما تحطوش ميه، هو الليمون خلاص ايه بيضيع، بيجيب يعني اما عشان ما يطرهاش يعني الميه. واقفلها بس برضو مش هحكمها قوي عشان ايه ما تخليهاش طريه، عشان السخونيه مع الكتمه ما تخليهاش تبقى رخوه كده. وانا بكمل اهو دور دور، وكل ما دور يطلع نحط ايه من الخلطه بتاعتي. يلا مع بعض ونشوف بقى الرز خلص اهو، والمغرب هانت وربنا يسعدها ان شاء الله. ده كله ليمون اهو مش ميه. وهو كده شكل الاكل بتاعنا. رز محدش يقول غامق، هو ده الصياديه، هو ده اللون، بالبصله بتبقى مغمقه بس مش مسوده، مغمقه مش مسوده. وقلت والله مش هنغرف البسارية، هنسيبها كده في حلتها بقى وناكل. هي جميله اهي، شكلها اصلا شهي. هي مطلعه من بخارها اهي عشان ايه الحافظه حافظت عليها وحافظت على السخونيه اللي فيها. والخضره بتاعتها برضو كتري الليمون وما تحطوش ميه عشان ما تبقاش طريه. وانا عارفه اللي اخواتي هينطوا، سمر بالذات هتنط ممكن في الحله ساندي ملهاش تقولك حاجه. عشان كده انا بس انا وماما بقى قعدنا على السرير بدل ما انا وهي بس اللي هناكل. عشان كده دي النقنقه بتاعتنا، وممكن يبقى في غدا تاني. انا بقول لها ده تسليه، قالت لي نقنقه، وبعد كده نبقى نعمل عشاء كويس ان شاء الله. فاستنونا مع بعض في فيديوهات تانية، وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه السنه الجديده ان شاء الله. ربنا يعود علينا الايام بخير واجعلها سنة سعيدة علينا يا رب، احنا وانتم وكل اخواتنا المتغربين واللي موجودين. استنونا تاني في فيديوهات تانية. كل سنة وانتم طيبين.